On top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية وهنا وسرور دايما وابدا يا رب العالمين. بما انه حاجاتي اللي بتشوفوها في الفيديوهات كتير منكم بتعجبهم وبيسألوني بيقول لي يا سموية بتجيبيها من وين، حبيت اشارك معاكم طلبية شيئين. هي طلبية بسيطة وصلتني قبل اسبوع صراحة، والفيديو صورته قبل اسبوع، ولكن صراحة ما قدرت اعمل لهم مونتاج وانزله لكم بسرعة. فأول حاجة في المشتريات اشتريت السلة دي، شكلها جميل وعجبتني وأنا عايزاها للمطبخ، فحلوة شديد. طبعا زمانك أنا كان كل المنتجات بتاعة الديكور بتاعة البامبو بتاعة الزعف ما كانت بتعجبني شديد في الديكور، ولكن مؤخرا بقت تعجبني كتير، ما عارفة أو حسيت بأنها هي أنيقة، وفعلا هي أنيقة. تاني حاجة أخدتها هي إبريق الشاي ده أو براد الشاي أو ما عارفة أسميها شنو، ولكن شكلها جميل جدا وعجبتني. تنفع للحليب، تنفع للشاي، تنفع تعملي فيها أعشاب، وعلى فكرة ممكن كمان تتخطى على النار، يعني بتتخطى على البوتاجاز، يعني مسطح على الكهرباء، يعني ما على الشعلة، وشكلها حلو وجميل جدا. شفتوها؟ وكمان شفاف. أنا أي كاسة أو أي براد للشاي يكون شفاف بيعجبني شديد، شكلها حلو. حتى غطاها ده ممكن يستعمل ككوباية، يعني ممكن تشربي فيه، فحلوة شديد وأنيقة وعجبتني جدا. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. طبعا بيجامات شي جميلة شديد، ما كلهم، ولكن في بيجامات الجودة بتاعتها حلوة وخامتها حلوة وكمان ناعمة، وعندهم بيجامات السيتان كمان بوفرة وبأشكال مختلفة وجميلة. أي قطعة أو منتج أو لبسة من شيء كل ما يكون سعره منخفض تأكدي إنه هو شنو، يعني جودته رديئة، ولكن لما يكون سعره مرتفع شوية بيكون الجودة بتاعته عالية جدا وجميل. ونصيحتي لكم في اللبس من شين لازم تكونوا عارفين مقاسكم من الأول وماخدين قياساتكم وتقروا الوصف قبل ما تطلبوا اللبسة. وطلبت المفرش ده اللي هو غلاف للمرتبة، فكان ما عندي اللون ده، جميل جدا بالمناسبة كمان، وخامته ناعمة وحلوة شديد. برضو كمان مقاساتهم لازم تكوني عارفاها، أو مقاس المرتبة أو مقاس السرير قبل ما تاخدي منهم المفارش. يعني أنا هسه اللي أخدته ده 220 في 240 شديد، لكن الملاية كل ما كان سعرها عالي برضو بتكون حلوة شديد وخامة جيدة. دي طبعا كلكم عارفينها هي أداة مساج للوجه، يعني لما تعمل السيرم في وشك استعملي الأداة دي للمساج. حلوة شديد زي ما بقول، بتخفف تعابير الوجه وكده وغايته. نجرب. كان عندي منها الأولى ديكا وكانت ما سلسة، فدي صراحة جربتها. أنا الفيديو ده ما كان مصوراه قبل أسبوع، والله استعملتها صراحة شجعتني، يعني مريحة وسلسة في الاستعمال. طبعا أكتر منتج كنت منتظراه بحماس في الطلبية ده هو المنتج ده، هو براد للشاي، حلو شديد وشكله راقي 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 شديد، بس للأسف ما كبير، يعني بياخد زي كوبايتين شوية، ما كبير صراحة، ولكن حلو شديد تحفة. أنا بيعجبني النوع ده من الأواني، وخصوصا لما يكونوا طقم شاي يعني، فحلو شديد فعجبني وطلبت بدون تردد. حتى ألوانه جميلة ونكشته جميلة، الوردي مع اللون الأخضر أو الزيتي الفاتح حلو شديد صراحة، مع الأبيض أدى روعة.
أنا عجبني شديد. بعدين كنت تقولوا لي في التعليقات أكتر حاجة عجبتكم شنو في الطلبية دي، مع إن الطلبية صغيرة وخفيفة، ولكن أكيد حتكون في حاجتين منهن عجبوكم. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold. كمان كنت محتاجة الأقلام دي صراحة. استيكرات كان عندي بالنسبة لي يعني أكتب فيها مثلا علب البهارات ولا العلب المواد الغذائية. عندي استيكرات، ولكن عشان أخذ الأقلام طلبت استيكرات تاني بيجي معاها قلمين حلوين شديد. طبعا ما عارفة ليه جونا منفصلين، يمكن عشان ما اخترتهم كلهم مع بعض في سلة واحدة، فأنا طلبتهم في نفس الدقايق، ولكن ما كانوا في سلة واحدة، عشان كده جونا مفصولين من بعض. وطبعا ناس شيئين ما عارفة الحاجة دي هي كويسة وما كويسة، بيغلفوا ليك الحاجة في 600 كيس تمام عشان تطلعيها ذاتها بتاخدي وقت. يعني هي حلوة لبعض الحاجات عشان ما تتكسر، التغليف بيكون كويس، لكن في حاجات كده بتحسي بيها إنه ما دايرة الأكياس الكتيرة دي. ما علينا. تاني طلبت الشبكة دي. الشبكة دي حلوة شديد، كنت محتاجة لها في المطبخ، اللي هي بنخد فيها الحلويات أو المخبوزات أو الكيك بعد ما يطلع من الفرن. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that careless walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. وطبعا دي بنحتاج لها للحوم وللبوفتيك وغيره. حلو شديد. شكلها جميل. اللون الذهبي والأسود مديها أناغة. ودي أكمام كان جبتها عشان مثلا نكون نغسل العدة في الحوض. ممكن أكمام اللبسة اللي انت لابساها بتبوظ أو كشح عليك الموية، جبتها للغرض ده. حلوة وقماشها حلو كمان. قماشة ما بلاستيك، قماشة أقول لك شنو، قماشة زي قماش الأمبريلا المظلة، أو زي سيوتر المطر. حلو شديد وبتنفع لشغل المطبخ الكثير. ولو اتوسخت نقدر نغسلها عادي، ومنها ألوان كثيرة. أنا طبعا أخدت اللون ده لوني المفضل، فحلوة وعملية. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on them. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that careless. دي كانت كل الحاجات اللي وصلتني، وزي ما قلت لكم أنا ما عندي موقع معين باخد منه، باخد من أي موقع عجبني وحاجاته عجبتني وتوصيله ضمان. حتى ممكن أخد من الأسواق العادية أو من أي مكان فيه حاجة عجبتني وسعرها مناسب وأنا قادرة أشتريها وعايزاها في البيت فعلا محتاجة لها، باخدها من غير تردد. شوف أنا بوريكم في السلة دي لأنه لسه عجباني صراحة، وهسه حغير بيها في ركن المطبخ. عندي المكان ده فيه خط كده، كان عملت فيه اللصاق، واللصاق خلى لي علامة، فحابة أخفيه، عشان كده حاخد المسهرية دي هنا. حاخدها بالعلاقة دي. العلاقة دي المفروض كانت تكون شفافة عشان ما تظهر مع الأبيض، هي لونها بلو ولكن ما عندي حاليا شفافة، فحقوم أعلقها بنفس العلاقة دي. وطبعا هاخد عليها الورد الاصطناعي ده، بيديها شكل وبيديها لوك مختلف، وبحاول أغطي ليه المكان، فحلو شديد وأنا عجبني. وأنا من محبي تغيير ديكور البيت، أو من فترة لفترة
وده بيديك إحساس بإنه المكان جديد أو المطبخ جديد أو ضفتي حاجة حلوة، بيديكي راحة نفسية إضافة للترتيب والتنظيم الأساسي لازم يكون جزء من حياتنا اليومية. فعشان تكوني إنسانة مرتبة وإنسانة منظمة وإنسانة نظيفة لازم يكون عندك جدول يومي وأسبوعي وكمان شهري. ليه؟ عشان تقللي من نفسك الجهد والتعب، وكمان تكوني عارفة إنه كل يوم انت حتعملي شنو، الأسبوع ده انت حتعملي شنو، شوية شوية حتنظمي، شوية شوية حترتبي. حتى النظافة ما كل يوم حتنظفي، بالعكس بيتك حيكون مرتب نظيف ومنظم من غير أي جهد ومن غير أي تعب، لأنه بيكون عندنا جدول مسبقا ملتزمين به وكمان مغطيين على أولوياتنا الأخرى الأهم. بوريكم الكبابي دي كمان برضو أخدتها من شيئين، لما تخطيها بالعرض بتبقى شكل حقيبة حلوة شديد وتنفع كمان كديكور. On top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. وبكده بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يعجبكم، وحابة أرحب بالمتابعين الجداد وأقول لكم نورتوا القناة، والقناة قناتكم إن شاء الله تلقوا فيها كل المفيد وكل الجميل اللي بيعجبكم واللي بتنتظروه. والمتابعين القدامى بقول لكم إن شاء الله دايما تكونوا بخير وعلى عافية، وما تنسوا الإعجاب بالفيديو وتعليقاتكم الجميلة اللي أنا بنتظرها، اللي بتحمسني وبتحفزني. والفيديو قادم كونوا بخير دايما وأبدا، وداعا.